لغة سائدة النهارده في كل مكان. يعني انا همنعه فين؟ ده لو قاعد في البيت هيشوفه في التلفزيون. انت لا تمنعه. لو نزل في الشارع هيشوفه في الشارع. لا تمنعه. لو راح النادي هيلاقيه في النادي، لو طلع على البحر هيلاقيه على البحر. انت لا تستطيع ان تمنعه. هيغض البصر ازاي؟ يعني برضو احنا لازم يعني نديهم حل قد يكون يبدو منطقي بالنسبة للاوضاع الحالية. انت لا تستطيع اصلا ان تمنع احدا. عصر الحجب قد انتهى. الكلام ان يمنعه هو نفسه، ولا تقل لي لا يمكن. هذه كذبة صدقناها نحن مع بعضنا البعض. يعني نوع من الكسل في الإرادة، لأن لا نريد أن نتعب أنفسنا في مجاهدتها وترويضها. أعطينا لأنفسنا المبرر والعذر، لا هذا مستحيل. يا شيخ أعطني حل، لكن لا تقول لي فعليك بالصيام. أعطني حل، لا تقول لي غض البصر. أعطني حل، لا تقول لي تزوج الآن صعب. أعطني حل، لا تقول لي كذا. أعطني حل، لا تقول لي. أنت تغلق عن نفسك أبواب الحلول التي تحتاج منك جهدا، وتبحث عن حل كما يسمونه هنا عندكم تيك أواي سريع، الذي اعتاده الإنسان في الحلول التقنية، دوس زرار وحل المشكلة. لا، الكلام هنا عن نفس الإنسان. واسمع، اقتناعك وتيقنك أنك تستطيع أن تضبط بصرك إذا قررت بعون الله أن تضبط بصرك هو الخطوة الأولى. إذا لم تقف مع نفسك وقفة صادقة لن تستطيع أن تتجاوز هذا الحاجز. صحيح. وأول ما يمكن أن نقنع به أنفسنا أن ننظر من الذي أمرنا بغض البصر. الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أي ربط هذا بالذي قبله. عندما يأتي أمر من الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول قل أي يا محمد للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أصبح هذا تكليف أو ليس بتكليف؟ تكليف. طيب نحن قرأنا في خواتيم سورة البقرة قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب ما دام كلفني أليس معنى هذا أنه في وسعي؟ تأمل، يعني أرجو أن تصل الرسالة واضحة. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا أتمنى أن توصل لشبابنا كلهم الحقيقة مولانا. الحقيقة الله يقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصاركم. كلفك، إذن هو في وسعك. إذا خرجنا بقناعة حقيقية أنه في وسعي ستأتي أمامنا عقبة أخرى، وهي عقبة تعصي النفس، استعصاء الأمر على النفس، الضعف الإنساني. نعم. الذي كلفني هو الذي أوجد في الضعف، وهو يعلم أن هذا الضعف موجود فيه، لكن مدام كلفني معناه أعطاني القدرة على مقاومة هذا الضعف. اسمع، القضية ليست فقط في غض البصر أو الموضوع الغريزي أو الجنسي. القضية مرتبطة بكل شؤون حياتك، بمعنى أنك لو عودت نفسك أنه مدام أصبح الأمر واقع ومحيط بي فأنا عاجز عن أن أغض البصر، أيضا البيئة التي أنت فيها أصبح فيه الواقع أن السرقة بكثرة والغش بكثرة والرشوة بكثرة، إذن أصبح هذا مبرر وعذر لي فأرتشي وأسرق. الواقع أيضا تحميل الآخرين الأخطاء، إذا لو كنت في ورطة واستطعت أن أحملها غيري سأحملها غيري. الواقع أيضا أن الناس اليوم لا تضبط غضبها، لو الإشارة بسبب الازدحام وخنقة المرور هذا يسب وهذا يلعن وهذا يضرب، إذن اذهب وسب والعن واضرب.